السلام عليكم ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أولا ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وأن تدعمون باللايك كي يصل إليكم كل جديد. يا شيخ، أنا سمعت فتوى بأن لو رجل زنى بامرأة متزوجة وأراد هذا الزاني أن يتزوجها بعد ما طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، أن هذا الزواج لا يجوز لأنها أصبحت محرمة عليه نهائيا بسبب أنه زنى بها وهي متزوجة. ما الحكم في هذه المسألة أو ما الحكم؟ طبعا أقوال لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال أنها محرمة عليه على التأبيد، يعني محرمة عليه نهائيا، مثل أمه وأخته وعمته وغير ذلك. ليه؟ لأنه زنى بها وهي متزوجة. والبعض الآخر قال لا، هي ليس محرمة عليه بالتأبيد، ولكن إذا أراد أن يتزوجها سواء طلقها زوجها أم مات زوجها عنها وأراد من زنى بها في حين زوجها من زوجها وأراد أن يتزوجها فله أن يتزوجها، ولكن بشرط. ما الشرط؟ أنهما الاثنين يتوبا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تابا الاثنين إلى الله توبة نصوحة وأراد أن يتزوجها فيصح لهما الزواج بشرط التوبة. والبعض الآخر قالوا لا، اللي هو الجماهير، بعض أهل العلم قالوا لا يجوز. ليه؟ لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: من خبب، معنى خبب من أفسد امرأة على زوجها فتحرم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. ولكن الراجح الذي ندين به إذا تاب الاثنين بعد، سواء طلق زوجها أو مات زوجها ومن زنى بها، وتاب الاثنين إلى الله وأراد أن يتزوجا، فالراجح أن الزواج زواج صحيح لا ريب فيه. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.